أغرب قرية هتسمع عنها في حياتك موجودة في مصر وتحديدا في محافظة أسوان. أهلها بيربوا تماسيح زي عيالهم بالظبط وبيناموا جنبهم في بيوتهم، وأي حد بيفكر يزورهم بينزلوه في الرملة. هناك قرية ما عندهاش بطالة وبتكسب بقوت يومها اليورو والدولار. خليكم معانا واحنا نحكي لكم قصة قرية غرب سهيل في أسوان. تخيل قرية أهلها حرفيا مش بيخافوا من حاجة، بيربوا التماسيح في بيوتهم عادي جدا، وأي حد بيزورهم بيفرجوهم على التماسيح دي. وعندهم شوية عادات غريبة خلت السياح يفرحوا إنهم يروحوا لهم. دي بقى قرية موجودة في قلب أسوان، قرية نوبية اسمها غرب سهيل. القرية دي مش زي أي مكان تاني، أول ما تدخلها تحس إنك دخلت عالم تاني خالص. بيوت مرسومة بألوان زاهية، شوارع كلها نقوش نوبية، وأهل مشهورين بالكرم والجدعنة والطيبة. بمجرد ما تروح لهم هيستقبلوك بضحكة من القلب، وهتشرب هناك أحلى كوباية شاي. لكن كل ده مش هو اللي خلاها مشهورة، مش بس في مصر، لا، في دول كتير في العالم أهلها زاروها وما قدروش ينسوا جمالها. واللي بيشد الناس من آخر الدنيا عشان يزوروها هو عشق أهل القرية دي للتماسيح والعادات اللي تقدر تقول عنها غريبة حبتين. واللي حصل، أهالي غرب سهيل عرفوا يستغلوا مكانهم العبقري على ضفاف النيل وحولوا القرية لمزار سياحي عالمي بيجيلها زوار من كل بلاد الدنيا. القرية دي بقت نموذج مثالي للسياحة الريفية في مصر، مفيش فيها بطالة تقريبا، وكل الناس هناك شغالة في السياحة، سواء رجالة فاتحين بيوت نوبية بيستضيفوا فيها السياح، أو ستات بيعملوا أكل نوبي أصيل ويزينوا إيدين الزوار بالحنة وبيعمل لهم الدلكة السوداني، يعني تروح سبا وبأسعار على قد الإيد. عبد الناصر صابر نقيب المرشدين السياحيين السابق بأسوان بيقول في تصريحات لمصراوي إن غرب سهيل تعتبر تجربة ناجحة جدا، وإن المفروض القرية التانية تقلدها. وبيأكد كمان إنهم تفوقوا في السياحة البيئية اللي عليها إقبال رهيب من الأجانب. القرية نظيفة وجميلة وبيوتها نفسها بقت لوحات فنية بتحكي تاريخ النوبة، ومن بين الحاجات اللي بتميزهم إنهم بيقدموا للسياح برامج مش معتادة خالص، ركوب جمال وحضور حفلات فنون شعبية نوبية وتذوق مشروبات تقليدية. وكمان أهم حاجة عندهم هي السياحة العلاجية بالنزول في الرمال. أيوة، أي حد بيزورهم لازم بينام في حفرة صغيرة بيغطوه بالرمال السخنة، وبيعتبروا ده علاج طبيعي للمفاصل والروماتيزم. لكن أكتر حاجة غريبة في القرية دي هي التماسيح. حرفيا مفيش بيت في غرب سهيل إلا وفي حوض فيه تماسيح، والأهالي بيربوها مش عشان يخافوا منها، بالعكس دي وسيلة تسلية للسياح. عم حارس واحد من أهل القرية بيقول في تصريحاته المصراوي إن السياح ما بيقطعوش من عندهم لا في الصيف ولا في الشتاء، وإن في أوقات الإقبال بيزيد خصوصا في الشتاء. ناس بتيجي بالمراكب النيلية وناس بتيجي من على البر بعد خزان أسوان. وبيأكد إن علاقتهم بالسياح بقت أقرب للصداقة وفي تواصل معاهم حتى بعد ما يسافروا. أما شريف خضري واحد من اللي بيربوا التماسيح فبيقول إنهم بيراعوا معايير السلامة جدا. الأحواض معمولة بطريقة تمنع التمساح من الخروج وتضمن أمن السياح. أما بقى بالنسبة للزوار المشهد بيبقى مثير جدا، تتصور جنب تمساح حقيقي وانت مطمن إن مفيش خطر. باختصار غرب سهيل مش قرية عادية، دي قرية سياحية بتقدم لك تجربة متكاملة، من أول الضيافة النوبية الممتازة لحد مغامرات مش هتقدر تنساها، وكل ده في قرية واحدة ومكان واحد، وكفاية جمال النيل هناك. دلوقتي قول لنا، سمعت عن القرية دي قبل كده؟ وهل عندك الجرأة تعيش يوم وسط التماسيح وتدخل تجربة النزول في الرمال؟